ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا احنا عارفين ان الاب والام دول فضلهم علينا عظيم جدا، ومهما عملنا ومهما قلنا ومهما اتكلمنا مش هنقدر ان احنا نوفيهم حقهم علينا ونرد ليهم جزء بسيط من اللي عملوه عشاننا طول عمرهم. طبعا انا مش هتكلم عن الاب عمل ايه والام عملت ايه علشان ان احنا نكبر في هدوء وسلام، وان هم يوفروا لنا كل الحاجات اللي احنا نفسنا فيها، وان هم يعيشونا عيشة كويسة. حتى لو الاب والام دول فقراء فهم بيجاهدوا وبيحاولوا ان هم يطلعوا اولادهم في احسن حال، وربنا بيعين كل اب وام على تربية اولاده. ولكن لو انت عايز ترد جزء بسيط جدا من فضل والدك ووالدتك أو أبوك وأمك عليك، لازم إن أنت تكون بتعمل لهم ورد ثابت يومي من الدعاء. يعني ما بيعديش يوم عليك غير وانت بتدعي لأبوك وأمك. بتقعد كده ساعة مع نفسك أو نص ساعة مع نفسك، وبتقعد تدعي لهم. لو الأب والأم موجودين بتدعي لهم بالشفاء وبالرزق، وبإن ربنا يجعل رزقهم عند كبر سنهم وانقطاع عمرهم، وإن ربنا يوسع عليهم، وإن ربنا يشفيهم من جميع الأمراض، وإن ربنا يديهم طاقة وصحة وعافية، وإن ربنا يغفر لهم الذنوب جميعا ويرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وإن ربنا يرزقهم كل اللي بيتمنوه، كل حاجة نفسهم فيها ربنا يسخر لهم عباده الصالحين من حولهم يقضوا لهم جميع حوائجهم وجميع مطالبهم، وإن ربنا ييسر لهم كل أمورهم ويديهم كل شيء بيتمنوه، ويجعل صحيفتهم بيضاء نقية، ويغفر لهم جميع الذنوب وألا يسألهم على شيء، وإن هو ربنا يرزقهم رؤية الحبيب المصطفى وشفاعته عند الحوض، ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، وينور طريقهم ويعافيهم في أجسادهم ويعطيهم صحة وعافية. ويعني تفضل بقى بص كل دعاء يجي ويخطر على بالك حتى ممكن تكتبهم في ورقة، وتيجي كل يوم تفضل تدعي لهم نص ساعة بالدعوات. وإن لقيت دعوة محببة أو مقربة إلى قلبك، أو ربنا فتح عليك بدعوة من الدعوات، بتبدأ إن أنت تكتبها معاك علشان ما تنساهاش، وتقعد نص ساعة بتدعو لهم، وبتطلب من الله إن هو يحقق لهم الحاجات دي. طبعا الحاجات ديت بتغير حاجات كتيرة جدا في حياتهم وفي حياتك انت كمان. الملائكة بتأمن وبتقول لك ولك بالمثل. وطبعا احنا بنيجي يوم القيامة بنتمنى ان احنا تكون الدعوات كتيرة جدا جدا، علشان الدعوات اللي ربنا بيستجابها لنا في الدنيا ممكن تغير أقدارنا، واللي ربنا بيأخرها لنا ليوم القيامة بتكون بتغفر لنا الذنوب. نتمنى ان لو ربنا لم يجب لنا دعوة قط من كتر من الدعوات اللي ربنا بيدخرها لك ليوم القيامة بتغفر لك بقى، وبتكون انت فعلا محتاجها وفعلا نفسك فيها. إيه الحاجة التانية والمهمة جدا؟ إن أنا أعمل لهم ورد ثابت من الاستغفار. يعني كل يوم لازم أدعي لهم وأستغفر لهم. يعني ونستغفر لهم بأنهي صيغة؟ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وممكن بقى أنت بتقول الذكر اللي هو المضاعف، يعني تفضل ان انت تقولها كده وتعملها على سبحتك وبالذكر المضاعف، فطبعا بتاخد اجور كبيرة جدا. يا سلام بقى لو تعمل الورد دوت بعد كل صلاة، فتخيل بقى ان انت بتستغفر لوالديك، فربنا يعني يكون يتقبل منك هذا الاستغفار ويغفر لهم ذنوبهم جميعا. يعني الحاجات بقى طبعا الاستغفار دوت بيفتح الطريق امامك. لو في أعطال وفي أشياء يعني قافلة حياتك، الاستغفار دوت بيفتح الطريق بيها. لو هم عندهم مثلا أمراض، ربنا ممكن يعافيهم بفضل الاستغفار دوت، لأن احنا في بعض الأمراض وبعض الأشياء بتكون سببها كثرة الذنوب، فربنا بيحاول ان هو يطهر عبده قبل ما يلقاه، فيبدأ بقى ان هو يبتليه بالأمراض، بيبتليه ببعض البلاءات عشان تهون عليه وتخفف عنه. فانت لما تستغفر لهم ربنا يغفر لهم ويجعل حياتهم فيها خير وفيها نور وفيها بركة. الحاجة الثالثة اللي هي مهمة جدا برضو،
إن أنا باطلّع لهم صدقة من الصدقات بنية إن ربنا يحفظهم ويطيل عمرهم ويرفع عنهم البلاء ويوسّع رزقهم ويشفيهم ويعافيهم ويكفيهم كل هَم وكل بلاء وكل ما أهمهم من أمور الدنيا. وإن كنت شخص مش قادر إن أنت تتصدّق عنهم، بتتصدّق عنهم بإن أنت بتصلّي صلاة الضحى وبتهدي ثوابها لأبوك وأمك بنية الصدقة عن كل عضو في أعضاء أجسادهم، أو بإن أنت بتسبّح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو بعض التسبيحات وبتهدي ثوابها لأبوك وأمك بنية إن ربنا يغفر